حبايب قلبي جونيور 5، السلام عليكم. عاملين ايه يا جميل؟ منورين الكوكب كله. يلا بينا مراجعتكم الجميلة، وان شاء الله نقفل بعد المراجعة دي على طول. بس تطبع 2 شيت. الشيت انا هنزله لك، شيت تحله معايا في الفيديو وشيت تحله مع نفسك، وان شاء الله تقفل. يلا بينا يا جميل. مراجعة مستر احمد زكريا، المراجعة القوية المؤثرة اللي ما ان شاء الله تقفل بيها على طول. يلا بينا يا جميل. يلا مراجعة ابريل. يلا يا حبيب قلبي، بص معايا بقى. انا مجمع لك توليفة محترمة متقسمة لاتنين. معايا 2 بارتيشن، 2 تايبس من الايه، من الاسئله. السؤال الاولاني بيتكلم عن اللي تشوز، مجمع لك اللي تشوز اللي ممكن يجي في ده، ممكن ايه ان شاء الله يجي في الامتحان، واللي في انسر ذا فولوينج. تعال نشوف اول سؤال. بيقول لي هنا choose the correct answer using the horizontal number line the value of the distance between each two consecutive mark. كلمة consecutive يعني جايين ورا بعض. أنا عايز أعرف دلوقتي مين اللي جاي مين، يعني أنا بعمل جامب بإيه؟ يعني هنا مثلا أنا بعمل جامب أهو، جامب أهو. مين النمبر اللي هنا؟ 2. طب هنا مين بين الزيرو والتو؟ مين؟ 1. طب أنا لما عملت جامب هنا، بص خلاصة الكلام، اللي بعد الزيرو على طول تاخده، اللي بعد الزيرو على طول تاخده. أهو أنا بنط هنا بال1، بنط بالإيه؟ بال1 أهي، بنط بال1 أدي 0 1 2 3 4. يبقى انا بنط بايه؟ تقول لي بعمل جامب بالايه؟ بال1. هو بيقول لي كونسيكتيف، يعني عايز يعرف كل المسافه اللي ما بين كل نمبر واللي بعديه، كل نمبر واللي ايه اللي بعديه. طب انا اعمل ايه يا مستر؟ حضرتك هتاخد اللي بعد الزيرو على طول اللي هو ال1. تمام؟ تعال شوف المساله اللي بعديها. بيقول لي which of the following point lies on the y axis. حبيب قلبي، الاوردر ديبير بتاعتي اهي عباره عن الاكس والواي. لو قال لي الواي يبقى الاكس دي بزيرو. فين المسألة؟ فين الاوردر ديبير؟ دي الاكس هنا 3، لا دي الاكس هنا 2. الاكس هنا ايه؟ 0 اهو، ده اللي انا عايزه. لما يقول لي الواي يبقى الاكس بزيرو. الاكس بكام؟ بزيرو. طب تعالى هنا بيقول لي using the horizontal number line the value of distance between the two consecutive mark. هنا 0 هنا ايه 1. مين اللي في النص؟ هتقول لي الهاف. احنا قلنا هناخد مين اللي بعد الزيرو. مين اللي بعد الزيرو؟ الهاف. يبقى تاخد الهاف. تمام؟ تعالى تاني. which of the following point lies on x axis. المرة دي مش انا عندي هنا x y، ايوه هو بيقول لي x يبقى الواي هي اللي بزيرو. دور لي على الواي بزيرو. هنا الاكس الواي بزيرو اهو على طول اهو. طب ده هنا الواي بكام؟ ب1، لا انا عايزينه زيرو. الواي هنا بكام؟ ب7، لا احنا عايزينه زيرو. يبقى هو ده الانسر ايه بتاعي. معايا جميل؟ كمل يا قلبي. السؤال اللي بعديه بيقول لي برضو تاني using the ايه the horizontal number line the value of the distance between each two consecutive. يا حبيب قلبي والديك، ما بين الزيرو وال1 في كم equal part؟ هتقول لي 3، يبقى هنا ده 1 over 3 2 over ايه 3. طب حضرتك انا معلش انا هاخد مين؟ احنا قلنا اللي بعد الزيرو. مين اللي بعد الزيرو؟ 1 over 3. يبقى الانسر بتاعي 1 over ايه؟ over 3. طب افرض يا مستر كان في equal part، يبقى هنا 1 over 4. طب افرض يا مستر ما بين الزيرو وال1 كان في 5 equal part، يبقى 1 over 5. فهمنا اللعبه دي خلاص؟ تمام. طب تعالى شوف المساله اللي بعديها. بيقول لي x axis and y axis intersect at point. اقول له استناني، مش حضرتك ده التو اكسس بتوعي؟ ايوه اهو دول التو اكسس بتوعي مقابلين بعض فين؟ في الاوريجين بوينت اهي اللي هي 0 ايه وزيرو. صح. هي فين بقى يا مستر دي؟ اهي. هو بيقول لي انا عايز اعرف الكوردينيت بلين بتاع البوينت دي، عايز يعرف الاوردر ديبير بتاع البوينت دي اللي هي ايه؟ احنا قلنا عليها الاوريجين بوينت اللي هي 0 and 0. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي the value of the symbol A in the pattern. يبقى دي باترن. ال2 تايمز كام يدينا 10؟ هتقول لي تايمز 5، ما هي باترن. و3 تايمز كام يدينا 15؟ 5. يبقى هي ماشيه تايمز 5. طب مين اللي عمله تايمز 5 يدينا 20؟ هتقول لي ال4. يبقى هنا يا مستر الايه؟ الاي ب 4. طب تعالى نتاكد كمان. 5 تايمز 5 ب 25، 2 تايمز 5 ب 10، 3 تايمز 5 ها
ب 15. 4 تايمز 5 ب 20، هيبقى هي ال 4. تعال شوف المسألة اللي بعدها، بيقول لي rectangle whose length is twice its width. يعني اللينس قد الويتس مرتين. يعني لو اصلا الويتس 3 يبقى اللينس بكام؟ 3 و3 قده مرتين يبقى 6. طب لو كانت الويتس 5 هيبقى 10. يبقى لو الويتس 2 هتبقى 4. طب هنا بيقول لي الويتس اصلا 3، يبقى اقول له 3 تايمز 2 او 3 و3 يطلع لي ايه؟ 6. 3 تايمز 2 ايكوال 6. قدها مرتين، قدها مرتين. تعال شوف المسألة اللي بعديها. تعال شوف يا جميل، كمل كمل. بيقول لي برضو هنا انا عندي باترن اهي. بيقول لي هنا بيقول لي the value of symbol A in the pattern. هنا برضو نفس الكلام. 2 تايمز 5 ب 10. 3 تايمز 5 بكام؟ ب 15. يبقى هنا بكام؟ ال A ب 15 صح. كمل كمل كمل. 4 تايمز 5 ب 20. 5 تايمز 5 ب 25. تمام؟ طيب هنا بيقول لي a rectangle whose length is twice. قده مرتين. طب يا مستر معلش لو كان الويتس 2 اقول له 2 قده مرتين، يبقى 2 تايمز 2 بكام؟ ب 4 يا قلبي. هنا بيقول لي the value of the symbol A. برضه عايز ال A. 2 تايمز كام؟ تايمز 5. مين تايمز 5 يدينا 15؟ اقول له 3. 4 تايمز 5 ب 20. يبقى هنا الانسر ال A بكام؟ ب 3 يا مستر. A تايمز 5 يدينا 15، يبقى هي 3. تعال شوف المسألة اللي بعديها. بيقول لي rectangle whose length is twice its width. يعني قدها مرتين. مستر طب لو كان الويتس 4 هيبقى 4 قدها مرتين تايمز 2 يطلع 8. يبقى الانسر يطلع ايه؟ يطلع 8 يا قلبي. اهو الانسر 8 اهو. تمام؟ كمل يلا يا حبيب قلبي. هنا بقى في السؤال ده انا عايزك تعرف معلومتين مهمين جدا، اللي هي ايه يا مستر؟ في حاجه اسمها لاير وفي حاجه اسمها سلايس. اللاير اللي هو الايه؟ الهوريزونتال اللي هو الافقي. دي عباره عن كم لاير؟ هتقول لي 3 يا مستر. طب هنا في كم سلايس؟ في كم سلايس؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. يبقى لما يقول لي كم لاير هتقول لي كام يا مستر؟ 3. طب كم سلايس؟ هتقول لي كام يا مستر؟ 5. هو هنا بيسأل بيقول لي ايه؟ the number of horizontal layer. هتقول لي كام يا مستر؟ 3 يا مستر. فهمناها؟ يبقى في الكلمتين دول خد بالك منهم. لاير سلايس. تعال شوف المسألة اللي بعديها. بيقول لي the number of faces of a cube. حبيب قلب والديك، في أغنية صغيرة كده عايزك تحفظها بالنسبة لمين؟ الكيبويد والكيوب. معايا ولا لا؟ اللي هو rectangular prism. دول تحفظهم في كلمتين اللي هي ايه؟ 6 faces 12 edges and 8 vertices. the number of faces 6 faces. لما يقول لي faces اقول له 6 faces. بتكلم على الكيوب. تمام؟ طب لو قال لي يا مستر انا عايز الادجز 6 faces 12 edges يبقى 12. طب كم يا مستر؟ كم vertices؟ 6 faces 12 edges and 8 vertices. يبقى هنا عايز الفيسز يبقى ايه؟ 6. السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا the number of horizontal layer. انت عايز اللاير. مستر معلمني ان اللاير كده يبقى 2. the number of faces of rectangular prism. يلا بينا 6 faces. يبقى 6 ايه؟ faces. تاني the number of horizontal layer. عد اللاير اهي بالعرض كده اهي يبقى كام يا مستر؟ 3. the number of edges يبقى 6 faces 12 edges اهي. تمام؟ يلا كمل كمل يا قلبي. نيجي بقى خلاص احنا كده خلصنا اللي تشوز. نبدأ في الانسر ذا فولوينج. اول سؤال واتوقع انه ممكن يجي معايا السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان ده ابلكيشن على الفراكشن بتاعتي. معايا ولا لا؟ عايز اقول لك مهم جدا. مفيش امتحان الا لما بيجي امتحان اخر السنه. انا بكلمك على امتحان اخر السنه كمان.
تعال شوف هنا بيقول لي انا عندي ريكتانجل حلو قوي، اللينس بتاعه اهو وده الويدث بتاعه، ممكن تجيب لي الاريا؟ اقول له حاضر. ادي الاريا ايكوال لينس تايمز ايه؟ ويدث. يعني يا مستر يعني 1 over 3 تايمز 1 over 3 الكلام ده ايكوال ايه يا قلبي؟ بص يا حبيبي هنا ما ينفعش اسيب الايه الميكسد كده، امال نعمل ايه؟ نحوله لحاجه اسمها امبروبر فراكشن. هثبت ال 3 ونعمل مروحه تايمز بلس 3 تايمز 1 ب 3 بلس 1 ايكوال 4. الكلام ده تايمز 1 over 3 زي ما هي. بعد كده اللي فوق تايمز اللي فوق 4 تايمز 1 ايكوال 4، واللي تحت تايمز اللي تحت، الدينومينيتور تايمز الدينومينيتور هيطلع لي كام يا مستر؟ 9. يبقى هو ده الانسر. يا سلام لو تكتب لي سكوير سنتيمتر، يبقى الف شكر يا سيدي. تعال نشوف المساله اللي بعديها. بيقول لي using the opposite coordinate plane determine the order to bear. عايز يعرف الاوردر تو بير بتاع اللوكيشن بتاع السكول. تعال نشوف اهو كانك بالظبط على جوجل ماب اهو. بص كده هتعمل ايه؟ ادي يا مستر اهو، ادي الاوردر تو بير جميل. وبعدين ولا بلين؟ انزل يا حبيبي الاول. هتنزل اعطيني هنا ريكورد، اعطيني ايه؟ 1 يبقى هنا 1. تعالى من الجنب اعطيني ريكورد كام؟ 5 يبقى هو ده الاوردر تو بير، ده اللوكيشن بتاع السكول. تعالى كمل معايا، كمل يا قلبي. هنا بيقول لي بقى انا عايزك تعمل لي بلوت للايه؟ زي ما انت شايف للاوردر دي. وفي الاخر بعد ما ترسم وتظبط حالك قول لي النيم بتاع الشيب اللي انت حصلت عليه ايه. تعال بيقول لي هنا with your classmate plot the following points on the coordinate grid. واعطيني هنا الاي بكام يا مستر؟ 2 and 3. 2 تجيبها لي على الايه؟ على الاكس اكس. فين ال2 هنا اهي. اطلع كام؟ قال لي 3. اطلع 3 حاضر. وتحط لي البوينت وتسميها لي ايه وخليها بعيد عن الرسم على كده. طب والبي؟ قال لي 2 برضو وتطلع كام؟ 6 اهي يا مستر، وهتسميها لي بي. تعال شوف السي. قال لي 5 and 6 اهي، 5 وتطلع 6 وتحط لي يا مستر السي. بعد كده 5 and 3 5 and 3 وتسميها لي دي. وبعد كده تعمل كلوز للشكل، تعمل كونكت ما بين الايه البوينت اللي انت حصلت عليها. هنا الانسر اللي طلع لي ايه؟ حبيب قلبي ما ترسمش بايدك، انا برسم بايد عشان انا مستر. لكن حضرتك انت هتعمل ايه؟ اكيد طبعا هترسم بالرولر، ولا انت شايف حاجه تانية غير كده؟ اوعك. تمام. تعال شوف بقى. بص يا جميل، يبقى انا دلوقتي انا عايز ايه؟ انا عايز اعرف النيم. هنا عندي 1 2 3. 1 2 3 يعني اللينس قد الويدث، يبقى ده اسمه ايه؟ سكوير على طول. يبقى ده اسمه ايه؟ ما تنساش كلمه سكوير دي ماشي، عشان في السؤال اللي في اخر السنه عليه 6 درجات، دي بس كده عليها درجه، واديني قلت لك. تمام. تعال بص كده يا جميل. بيقول لي هنا a rectangle has a length. هي سؤال تاني اهو عشان مهم جدا. has length، اللينس بتاعه اهو، وده الويدث. انا عايز الاريا، اقول له الاريا بتاعت الريكتانجل ايكوال اريا اوف ريكتانجل ايكوال لينس تايمز ويدث. يعني ايكوال 2 1 over 5 تايمز مين يا مستر؟ 1 over 5. الكلام ده ايكوال. هنا ده ميكس، ده حوله الامبروبر. هنثبت ال5 ونعمل المروحه بتاعتي 5 تايمز 2 وهنا بلس 5 تايمز 2 ب 10 بلس 1 تطلع 11. وهننزل الفراكشن ده تاني زي ما هو. بعد كده النيميريتور تايمز النيميريتور 11 تايمز 1 ايكوال 11. دينومينيتور تايمز الدينومينيتور يديني 25 وسكوير سنتيمتر. والف شكر يا جميل، احلى فول مارك في الكوكب كله. شوف المساله اللي بعديها. شوف برضو عطيني تاني. عايز اعرف اللوكيشن بتاع السكول بتاعته. تعالى يلا نشوف. عايز الكوردينيت بلين. عايز السكول. حاضر، ادي الكوردينيت بلين حضرتك. طب وبعدين؟ ولا بلين. تعالى بص هنا، انزل يا قلبي. هيدينا ريكورد 3. تعالى من الجنب هيدينا ريكورد 1. هو ده الاوردر دي بير بتاعها. تمام. كمل. هنا برضو عايز ايه؟ نعمل بلوت. تعالى نعمل بلوت. وماله؟ بيقول لي بلوت ذا فولوينج بوينت اهي بلا بلا. وبيقول لي هنا كونكت بتوين البوينت دي تاني مع بعضيهم. فين؟ في الكوردينيت جريد
grade and state the name of وتحدد لي كمان النيم بتاعه. اول حاجه 1 1 ادي 1 الاول على الاكس اكسس، وتطلع هنا ادي البوينت. بعد كده قال لي 1 و4 1 و4، وبعد كده 3 و4 3 و4 اهي. طب نعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي اعمل كونكت ما بين البوينت دي. حاضر. طلع لي ايه في الاخر؟ طلع لي تريانجل اهو، ده طلع لي تريانجل. جميل يا مستر. تعال نشوف المسألة اللي بعديها. برضه عاطيني ريكتانجل وبيقول لي اللينس بتاعه اهو، وادي الويتس. هات لي الاريا. حاضر. يبقى اقول له كده الاريا ايكوال لينس تايمز ويتس. تمام حضرتك. 1 1 اوفر 5 تايمز 1 اوفر 5. الكلام ده ايكوال ايه يا مستر؟ هنثبت ال5، وبعدين هنعمل المروحه بتاعتي عشان احوله الامبروبر فراكشن. 5 تايمز 1 ب 5، 1 يبقى 6 تايمز، ودي تنزل زي ما هي. الكلام ده ايكوال نيميريتور تايمز النيميريتور، 6 تايمز 1 ايكوال 6، 5 تايمز 5 ايكوال 20 فيها 5. الكلام ده سكوير سنتيمتر. تروحش بعيد، كمل معايا الفيديو. هنا عايز برضو يعرف اللوكيشن بتاع السكول، يعني عايز الاوردر دبير. حاضر. يلا بينا يا جميل. ها اول حاجه ننزل على تحت يدينا ريكورد 5. ها وهنا هيديني ايه؟ عمل ريكورد 3، يبقى هي دي الاوردر دبير بتاعتي. هنا بيقول لي اعمل بلوت، وبعد كده قول لي الفيجر اللي انت حصلت عليه ده اسمه ايه. تعالى اول حاجه ها الاي 3 اند 2 اسمها ايه؟ ها والبي 3 اند 5 3 اند 5 دي البي. بعد كده 6 اند 5 6 اند 5 ودي سي. بعد كده 6 اند 2 اهي، ودي مين؟ الدي. يلا نعمل كونكت ما بينهم. حاضر. ايه اللي احنا حصلنا عليه؟ 1 2 3 1 2 3 يبقى ده سكوير، يبقى ده ايه؟ سكوير. كمل يا قلبي. تعال شوف بيقول لي هنا ايه. بيقول لي using the following order pair. شايف هنا الاوردر دبير؟ انت شايف ايه هنا الباترن اللي شغاله بيها؟ هتقول لي 2 تايمز 5 ب 10 صح، 3 تايمز 5 ب 15 صح، 4 تايمز 5 ب 20 صح، 5 تايمز 5 يدينا 25 صح. طب هنا بيقول لي طب لو كانت 7، اقول له 7 تايمز 5 هيديني كام؟ ها هيديني 35 معايا ولا لا؟ تديني ايه؟ 30 5. هنا بيقول لي الواي بكام بقى؟ اقول له ب 35 معايا، يبقى هي 35. تعال شوف المساله اللي بعديها. بلوت. ما خلي بالك دي كده عباره عن اكس وواي، لما تكون الاكس ب 7 يبقى الواي بكام؟ ب 35. تعال شوف المساله اللي بعديها. بيقول لي بلوت ذا فولوينج بوينت اون كوردينيت بلين then connect the point اللي انت شايفها دي. عايز نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل بلوت. اول حاجه 2 and 2 2 and 2 اسمها ايه؟ A. بعد كده 6 and 2 6 and 2 دي اسمها B. بعد كده 6 and 6 6 and 6 اهي اسمها C. واللي بعديها 2 and 6 دي وصل. حاضر. اهو تعالى كده 1 2 3 4 1 2 3 4 سكوير. طالما اللينس قد الويتس يبقى ده سكوير. بيقول لي هنا state the number of faces. عايز اعرف النمبر بتاع الفيسز. ما احنا قلنا الكيوب 6 faces 12 edges. عايز برضو ايه؟ الريكتانجلر بريزم برضو 6 زيه. طب والسفير no faces no edges no vertices يبقى زيرو. مفيش، يبقى زيرو. تمام. هنا بيقول لي using the order pair. عايز الاوردر بير دي تعرف لي ايه الريليشن اللي ما بينهم. ان هنا بعمل ايه؟ ماشيه باترن اهي تايمز 5، ماشيه باترن اهي تايمز 5 تايمز 5 اهو. 2 تايمز 5 ب 10، 3 تايمز 5 ب 15، 4 تايمز 5 ب 20، 5 تايمز 5
ها ب 25. طب هنا يا مستر ها لو كانت 6 يبقى 6 تايمز 5 تايمز 5 يدينا ايه؟ 30. ليه؟ ما احنا هنا ده اكس وده واي. الاكس بكام؟ ب 6 يبقى الواي بكام؟ اقول له ب 30 يا مستر. تمام؟ تمام. تعال شوف ده كمان. هنا بيقول لي انا عايزك تعمل بلوت. طيب يلا بينا. 2 and 2 2 and 2 اسمها A. B 6 و 2 6 و 2 دي ايه؟ B. واللي بعديها السي 6 and 8 6 and 8 دي مين يا مستر؟ السي. والدي 2 and 8. يلا نعمل ايه؟ جوين. نعمل ايه؟ كونكت. بالرولر بالمسطره يا قلبي. هنا 1 2 3 4 تمام. 1 2 3 4 5 6 عدت. يبقى ايه؟ مش زي بعض. يبقى مين ده على طول؟ الريكتانجل. يبقى ده ايه؟ ريكتانجل. لما يكون اللينس مش قد الويتس يبقى ده ايه؟ ريكتانجل. هنا بيقول لي state the number of edges of اول حاجه rectangular prism والكيوب دول زي بعض طبعا. 6 faces 12 edges يبقى ده 12. الكيوب 12 edges. اللي جايه بعد كده ايه؟ بيقول لي square based pyramid. يا مستر البيراميد عامل كده اهو. تعال بص بقى حضرتك كده. بص كده معايا. في كام ايدجز؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. يبقى في 4 تحت. وايه كمان؟ وحضرتك بص كده معايا. وادي 4 اهو. ادي 1 2 ادي 3 ادي ايه؟ 4. يبقى كده كام؟ 8 يا مستر. يبقى في كام؟ 8. يبقى كده في 8 معايا. جميل. يبقى كده في 8 يا قلبي. يبقى كده في 8. ماشي ماشي يا مستر. تعال شوف اللي بعديه. بيسألني بيقول لي هنا using the ordered pair. وهنا يا مستر فين الباترن؟ 2 تايمز 5 ب 10 3 تايمز 5 ب 15 4 تايمز 5. يبقى احنا بنعمل تايمز 5 هنا. طب هنا دلوقتي دي اكس وواي صح. الاكس بكام؟ ب 8. الاكس اعملها تايمز 5 هيطلع لي كام؟ 40. يبقى الواي بكام يا مستر؟ ب 40 على طول. ب 40. يبقى هنا دي نعملها تايمز 5 زي ما احنا ماشيين تطلع ايه؟ 40. يبقى الانسر بتاعي 40. تعال شوف اللي بعديها. كمل معايا. بيقول لي هنا بلوت. عايز يعمل بلوت للبوينت دي. 2 and 2 2 and 2 ودي هنسميها ايه؟ A. ماشي كده. ادي 2 and 2. بعد كده 6 and 2 6 and 2 ودي هنسميها B. بعد كده 6 and 8 6 and 8 اهي ودي هنسميها C. بس كده مستر. يلا بينا نعمل جوين اهو. دي حضرتك دي اسمها ايه؟ ده اسمه تريانجل. يبقى الشيب هنا اسمه ايه يا شباب؟ تريانجل. تمام. تعال شوف المسألة اللي بعديها. بيقول لي هنا انا عايز اعرف state the shape of the face of each the following. السلندر اهي يا حبيب قلبي. الفيس بتاعتي شكلها ايه؟ هتقول لي سيركل يا مستر. تمام. طب والريكتانجلر بريزم اهو. الريكتانجل بريزم اهو. دي شكلها ايه دي؟ هتقول لي دي ريكتانجل يا مستر. طب وبالنسبه للكيوب. الكيوب طبعا سكوير اهو. سكوير دي كده ايه؟ سكوير. معايا يا شباب؟ تمام. تعال شوف اللي بعديها. بيقول لي a rectangular prism is divided into 4 layers.
يبقى في 4 ايه لايرز and each layer يعني كل لاير في كام 6 يونت كيوبس. انا عايز الفوليوم، اقول له الفوليوم ايكوال النمبر بتاع اللاير، النمبر بتاع الايه اللاير معايا تايمز مين فيها كام كيوب، هتلاقي 6 يبقى ايكوال كام 4 تايمز 6 ايكوال 24 يونتس او كيوبيك ايه يونتس معايا. يعني ايه يا مستر؟ يعني الانسر هيطلع 24. تعالى شوف المساله اللي بعديها، بيقول لي write the shape that represent the base of cylinder. السلندر البيز بتاعتها شكلها ايه؟ اهي شكلها ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي سيركل يا مستر، على شكل ايه؟ سيركل. تمام يا شباب؟ جميل يا مستر. تعال شوف المسألة اللي بعديها، بيقول لي طيب بالنسبة بقى حضرتك هنا انت عايز ايه اول حاجة؟ بيقول لي write dimension of the given shape. الدايمنشن بتاعتي هتعد لي ده 1 2 3 4 ده هنا 4. طب وهنا كام يا مستر؟ الويتس بكام؟ ب 2. طب الهايت بكام؟ ب 3. انت عايز الفوليوم؟ الفوليوم ايكوال اللينس تايمز الويتس تايمز الايه؟ الهايت، يعني ايكوال 4 تايمز 2 تايمز 3 يطلع كام يا مستر؟ 24. تمام؟ تعالى كمل. هنا هو عايز ايه؟ بيقول لي حضرتك انا عايز هنا 4 لاير، يبقى rectangular prism is divided into 4 لاير، كل لاير فيها 5 فيها 5 ايه كيوب. طب انا عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الفوليوم، يبقى الفوليوم اقول كده 4 تايمز 5 يطلع كام؟ 20، وال20 تحطها لي هنا وكده يبقى خلص المساله. هشوف المساله اللي بعديها، بيقول لي write the shape that represent ايه the base of rectangular prism. هو rectangular prism معلش البيز بتاعته شكلها ايه؟ هتقول لي يا عم من اسمه ريكتانجل، يعني دي مش محتاجه، هو من اسمه اصلا. تعال شوف المساله اللي بعديها، بيقول لي write the dimension of، عايز الدايمنشن، يلا بينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى ده 9. طب يا مستر والويتس بكام؟ ب 2. طب والهايت بكام؟ ب 2. طب انت عايز ايه؟ انا عايز حضرتك الفوليوم، يبقى الفوليوم ايكوال لينس تايمز ويتس تايمز ايه؟ هايت ايكوال 9 تايمز 2 تايمز 2. الكلام ده ايكوال كام؟ هيطلع لي بعد ما تحسبها 36 وخلاص كده. كمل معايا يلا يا جميل. هانت انت ان شاء الله المراجعة دي هي دي مذاكرتك، ما تذاكرش حاجة تانية خالص. اسمع مني، انا عايز اقول لك الاسئلة بتاعت النهاردة دي طلبة 90% من الطلبة بيغلطوا في الاسئلة دي. انا هعطيها لك وبقول لك اتفضل وشرحها لك بطريقة مبسطة بطريقة عبقرية بحيث ان انت تفهم. حل بايدك. الماث ما بيتسمعش، مش فيديوز، مش اغنية هي هتسمعها، لا حبيب قلبي لازم تكتب بايدك. انا قلت لك تعالى معايا بقى هنا كده، ولو وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنت تحت وتقول لي فهمت كويس ولا لا، بحيث ان انا اكمل معاكم ولا نكبر دماغي ونفضل شغلي. اسمع مني وركز يا حبيب قلبي. تعالى بص هنا بيقول لي ايه. بيقول لي a rectangular prism is divided into 3 layers and each layer contains 5. يبقى اقول له الفوليوم ايكوال النمبر بتاع اللاير كام؟ 3. طب كل لاير فيه كام؟ 5. يبقى الانسر يطلع كام؟ 15. تحطها لي هنا. تمام. طب هنا بيقول لي write the shape that represent the base of cube. هو الكيوب اصلا الكيوب الشيب بتاعته ايه؟ عباره عن ايه؟ هتقول لي سكوير يا مستر. طبعا معايا كل الشيب بتاعته سكوير، معايا كل الفيسز بتاعته، كل البيز بتاعته سكوير، كله ايه؟ سكوير. هنا بيقول لي لو سمحت انا عايز الايه؟ هنا اللينس بكام؟ ب 4. طب والويتس بكام؟ ب 2. والهايت بكام؟ ب 2. انت عايز ايه؟ انا عايز الفوليوم. اللينس تايمز الويتس تايمز الهايت ايكوال 4 تايمز 2 تايمز 2 يطلع 16. معايا جميل؟ ومتهيألي كده بقى مراجعة انا لميت لك الدنيا كلها، وان شاء الله تقفل في الشهر امتحان الشهر اللي هو بتاع ابريل، وان شاء الله هنكمل بقى سلسلة المراجعة القوية جدا. وتابع معايا
المراجعة القوية بتاعت ايه؟ مراجعة اخر السنة ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. يلا باي باي يا حبيبي، السلام عليكم.